النفس البشرية بكل ما فيها من تعقيد وتشابك وتفاعلاتها مع محيطها الاجتماعي سواء بالسلب أو الإيجاب كانت دايماً من المواضيع الساحرة والمفضلة لعدد كبير من الأفلام السينمائية، ومن ضمنهم فيلمنا النهاردة اللص والكلاب اللي أخرجه العظيم كمال الشيخ وعرض لأول مرة سنة 1962. اللي فاضل لسه كتير قوي. كل يوم فيه 24 ساعة، وكل ساعة فيها 60 دقيقة، وكل دقيقة بتمر وتحرق في دمي وتاكل في نافوخي. الفيلم اللي كان أصله رواية كتبها أديب نوبل الكبير نجيب محفوظ بيعتبر واحد من أهم الأفلام اللي خاضت في التحليل النفسي الدقيق لشخصياته، وتحديداً للشخصية الرئيسية سعيد مهران اللي لعب دوره الفنان الكبير شكري سرحان. سعيد مهران مجرم سابق بيدخل السجن لأنه آمن بالأفكار التحررية النفعية اللي كان بيحكيها عليه رؤوف علوان، واحد من الطلبة اللي كان بيخدمهم، واللي أقنعه إن الغاية بتبرر الوسيلة، وإن احتياجات الإنسان ومتطلباته دايماً ليها الأولوية على المجتمع، ومن هنا تجرأ على السرقة، وكان فاكر إنه بياخد حقه اللي اتحرم منه. ولما دخل السجن خسر كل حاجة، مراته سابته واتجوزت صبيه عليش، وحتى منعته إنه يشوف بنته اللي أنكرته بعد كده. فخرج من السجن وهو مليان غضب ورغبة في الانتقام، لأنه حس إن الدنيا كلها اتأمرت عليه. أصحابه خانوه، المجتمع رفضه، حتى رؤوف علوان نفسه اتنكر له وعامله باحتقار بعد ما بقى صحفي كبير وله سمعة. والعدالة اللي كان بيحلم بيها اختفت، ومن هنا بتبدأ رحلة مطاردة، لكن مش مطاردة تقليدية بين مجرم وشرطة، إنما مطاردة بين إنسان غاضب وبين عالم كامل شايفه عدو. أنا في دوامة يا سيدنا الشيخ. اتجه للسماء يا ولدي، فبابها مفتوح أبداً. أنا لسه على الأرض يا مولاي، وكل الأبواب مقفلة في وشي. خذ مصحفاً واقرأ: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سامحني يا رب، لك عندي دين لازم أوفيه، وليا دين لازم أصفيه. الفنان الكبير شكري سرحان، واللي شارك في عدد كبير من الأعمال السينمائية الخالدة اللي ليها أصل أدبي، قدم دور سعيد مهران ببراعة ملفتة عشان يسجل باسمه واحد من أهم أدواره. قدر يجسد الشخصية بكل تناقضاتها، مش بس القوة والغضب، لكن كمان الضعف والضياع. وفي المقابل كان كمال الشناوي بيتنافس معاه في مباراة تمثيلية رائعة، وهو بيقدم شخصية رؤوف علوان، الصحفي الانتهازي الوصولي اللي كل هدفه يحقق طموحه بصرف النظر عن أي أخلاقيات أو حسابات إنسانية. أنا مش هلومك يا سعيد لو عملت أكتر من كده، لأن الحياة اللي إحنا عايشينها ديت مفيهاش مساواة، مفيهاش عدل. ناس عايشة في نعيم وناس عايشة على الهامش. يا سلام لو كان الواحد اتولد غني. تفتكر ده الحل؟ أبداً، دي أنانية. ما كنتش هتحس بالعذاب اللي بيتمرغ فيه الفقير. عندك حق، كأن الحكاية ملهاش حل. الحل في اللي انت عملته دلوقتي. مش عايزين يعترفوا بحقنا، ناخده منهم. أما الجميلة شادية فلعبت دور نور اللي كان ليها نصيب من اسمها، الست البسيطة اللي بتحاول تمد إيديها لسعيد، تديله أمل إن الدنيا لسه بخير رغم كل اللي شافه من خيانة ورفض وقهر. احنا الاتنين ضايعين يا نور. المهم نفضل سوا على الحلو والمر. وانت ايه ذنبك في المر ده؟ انا رجعت السجن تاني، كان عليا سجان دلوقتي بقوا 1000 سجان.
لو تسمع كلامي يا سعيد، يلا نهرب، ابعد عنهم، انساهم علشان ينسوك. لو نسيوا طارهم مش هنسى طاري. المخرج الكبير كمال الشيخ، واللي كان معروف بدقته الشديدة في بناء التوتر الدرامي، وقدر يحول الرواية المعقدة لنجيب محفوظ لفيلم مشوق وعميق بلغة سينمائية قوية. استخدم أساليب جديدة في وقتها زي المونتاج السريع واللقطات القريبة والمشاهد الليلية عشان ينقل حالة التوتر النفسي اللي جوه الشخصية، وقدر يجمع بين التشويق والتحليل النفسي والنقد الاجتماعي في نفس الوقت. اللص والكلاب مش مجرد فيلم عن مجرم هارب، ده فيلم عن الإنسان لما بيحس إن المجتمع كله ضده، عن الخيانة، عن إحساس الغدر، عن النار والانتقام، وعن الأمل. اللي يشوف المنظر ده يقول إن اللي بيموتوا أكتر من اللي بتولدوا، كأن الموت ما بيهمتش أبداً. هنا بتقابل القاتل والمقتول، العسكري والحرامي لآخر مرة جنب بعض من غير حرب. ده اللي خلى اللص والكلاب بيحتل المركز ال15 في قائمة أهم أفلام السينما المصرية، لأنه بيورينا العالم من عين إنسان مطارد، إنسان ممكن يكون مذنب لكنه برضه ضحية. وتفضل النفس البشرية هي المبتدأ وهي الحكاية، منها بتبدأ كل الخيوط وليها بتنتهي، وما بين بداية ونهاية بتفضل حكاية مستنية تتقال بروح، بضمير، بنفس تقدر تفهم وتميز إمتى الإنسان يكون جاني ويطبق عليه القانون، وإمتى يكون ضحية محتاجة للعدالة.